تذبذب في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وانخفاض للدولار ليسجل 47 جنيه و69 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. سلام الله عليكم، مساء الخير، أهلا بكم في قناتكم. هنتناول إن شاء الله النهاردة أسعار الدولار الأمريكي قدام الجنيه المصري. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47 جنيه و69 قرش للشراء، 47 جنيه و83 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 47 جنيه و74 قرش للشراء، 47 جنيه و84 قرش للبيع. السعر استقر عند 47 جنيه و70 قرش في البنك التجاري الدولي. ده بالنسبة لسعر الشراء. أما سعر البيع 47 جنيه و80 قرش. تقريبا الكلام ده أو السعر ده في بنك مصر أيضا. يعني في ختام التعاملات كان سعر الدولار كالآتي: البنك المركزي 47 جنيه و69 قرش للشراء، 47 جنيه و83 قرش للبيع. أما في البنك مصر فسجل الدولار 47 جنيه و74 قرش للشراء، 47 جنيه و84 قرش للبيع. المحللين متوقعين إن سعر الدولار يفضل مستقر قدام الجنيه الفترة اللي جاية، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. لو حابب تتابع أحدث أخبار الاقتصاد والأسعار أول بأول، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.